السلام عليكم. حبايبنا واخواتي. النهارده هتكلم معاك في موضوع بعيد بقى عن المحتوى، موضوع في المجال هيخصك ويخص اي حد لسه بيحاول يدور على شغل وعنده صعوبة في الحتة دي، وحتة بقى الواسطة والشغل ومحسوبية وفلان وعلان. فانا هتكلم معاك في نقطتين اتمنى تتقبلهم. النقطة الاولى سريعا بس عشان ما تطولش الفيديو يعني واحكي قصه على الفاضي. فالنقطه الاولى، الرزق ده بايد ربنا. فانت ممكن يكون رزقك في فلوس بتجيلك عن طريق والدك، ده رزقك دلوقتي. ممكن في صحتك، ممكن في سمعه كويسه، ممكن في زوجه صالحه لسه جايه في المستقبل، ممكن في اولادك في المستقبل. فبلاش تحكم على الرزق بحته الشغل، لان الشغل مش هو الرزق. رزقك ممكن في اب حنين، في ام حنينه، في اخوات سند بجد، في صحبه صالحه، فيك انت في هدايه. ممكن يكون ربنا رزقك بهدايه في قلبك. فانت ما تحكمش على الرزق على ان هو شغل وفلوس وبس. دي اول حاجه، وديننا بيعلمنا كده حسن ظن بالله. فانت اوعى تيأس حته الرزق، لان انت رزقك مكتوب حتى قبل ما انت تيجي الدنيا. فانت ما تخليش الشيطان يعني يوصف لك الدنيا بتاعتك ان هي وحشه لدرجه ان انت عندك صعوبه في رزقك. ربنا حتى يعني ربنا خزنته اوسع وفيها اكتر مما انت تتخيل. فبلاش تحس في لحظه ان انت رزقك وحش او صغير. ده انت ربنا ممكن يكون هيكرمك بحاجه قد كده، بس في وقت هو ربنا عارفه. هو عارف ربنا انت الوقت ده انت عايز، يعني ربنا بيبعت لك الحاجه على قد الوقت انت تعبان فيه. الوقت ده انت عايز حد يحن عليك، فربنا يبعت لك حد يحن عليك. الوقت ده انت عايز حد يقف جنبك، ربنا يبعت لك حد يقف جنبك. الوقت ده انت عايز فلوس، ربنا هيبعت لك حد يسد دينك، يبعت لك الفلوس دي. فانا مش جاي اكلمك ان انا شيخ ولا انت شيخ، بس انا بكلمك في اساسيات احنا كلنا فاقدينها اصلا من جوانا. حته الرزق دي انساها خالص، ملهاش علاقه بالشغل. انت ممكن تكون راجل بيرفكت وشغال في مستشفى محترمه او شغال في مكان محترم تقبض بالشيء الفلاني، غلطه منك خلاص المكان ده اتمحى من حياتك وهتاخد منه كارت احمر، محدش بيبقى عليك. هل معناه كده ان ربنا قافل في وشك وحرمك من المكان ده ان انت كل حلمك تفضل مستمر فيه؟ لا خالص، ربنا لسه هيكرمك بحاجه جايه تانية احسن منها. دايما خلي عندك حسن ظن بيه، دايما على لسانك قدر الله ما شاء فعل. ده قدر، ده قضاء وقدر ربنا كاتبه، مش هتغيره، لازم تتقبله بالرضا. الحمد لله، بس انا راضي باي حاجه ربنا هيجيبها لي. دي نقطه خلصناها. حته تانية بقى، حته مهمه جدا واللي بتجرحنا كلنا وساعات بنحتاج نتكلم فيه، حته الشغل والمحسوبيه والواسطه والكلام ده. شوف يا سيدي، لو انت خريج ومعاك مزاوله فانت ما عندكش صعوبه في الشغل من الاخر. والمستشفيات اللي بتحتاج مزاوله على قفا من يشيل، وانت روح واشتغل وعلى حسب مستواك انت بتشتغل. يعني ما تقوليش مثلا راجل معاه كورسات والاكسنت بتاعه مثلا في اللغه معاه مثلا لغه انجليزيه ولا حاجه ولا لغه المانيه والاكسنت بتاعه محترم، وتقول لي اشتغله في مستشفى الشيفت بتاعها مثلا 24 ب 500 جنيه ولا 700 جنيه ولا مثلا ماكسيمم 1000 جنيه. لا، انا هشتغله في مستشفى بتدي اكتر من كده، لان هو مستواه احسن من كده. لكن انت راجل لسه حديث التخرج، مستواك في البراكتيكال ممتاز، لكن في الشهادات في السي في بتاعك لسه مش ممتاز. خلاص ما انت ما تقارنش نفسك بحد اجتهد وتعب قد كده، لسه انت عليك مشوار شويه. ده بالنسبه اللي معاه مزاوله. فانت ما تشغلش دماغك بحته اصل فلان شغال هيد نيرس واقدم مني بسنتين، ممكن أو مثلا يعني اقدم منك بسنه او بسنتين او بثلاث سنين. ما هو في الثلاث سنين دول هو عامل حاجه انت لسه ما عملتهاش، اعمل زيه ساعتها احكم على نفسك. ماشي، وانسى موضوع المقارنه ده خالص. انما لو انت طالب، ودي بقى اللي بتجرح من كل الطلاب، حته ان انا نزلت واتعلمت قسم فلان مثلا طوارئ مثلا وعايز اشتغل مستشفى خاصه اساعد نفسي، عايز اساعد نفسي، عايز اشيل بقى، اقول لابويا كفايه حد كده شكرا، انا معايا مهنه باكل منها لقمه عيش، فرص الشغل فيها متوفره فانا عايز اشتغل. هل كده معناها ان انا لما انزل المستشفى واتنين واترفض يبقى انا كده العيب عندي او العيب عندهم؟ بص يا سيدي، باختصار الشديد خالص، حته الشغل الخاص البرايفت ده في محسوبيه، في واسطه، ممكن تلاقي صاحبك اللي لسه ما يعرفش اي حاجه، ما يجيش نصك، ما يعيبش نص تعبك، بس مش عارف اخته مهندسه، تعرف دكتور يعرف مشرف تمريض في مستشفى فلانيه فكلموا له. شايف اللفه الكبيره دي؟ هو ربنا جعل السبب في ان صاحبك يرزق بشغل قبلك، علشان هو صاحبك ده محتاج الشغل دلوقتي. ربنا شايف ان صاحبك ده محتاج الشغل دلوقتي. هل ده معناه ان هو احسن منك في الشغل؟
لا والله ابدا ابدا، انت ممكن تكون احسن منه بس لسه ميعادك ما جاش. اتقل، ما تستعجلش على الشغل. هيجي وهتشتغل وهتتعب وهتزهق منه، والله هيجي. افتكر ده كويس، هيجي الشغل وهتمسك فلوس وهتزهق منه وهيجيلك ايام مهنتنا اسوأ ما فيها هتاخدك من كل حاجة، هتاخدك من اهلك، هتاخدك من صحابك، هتاخدك من اعز الناس ليك. فبلاش تكون شخص كل همك ان انت انا عايز اشتغل دلوقتي وخلاص، شغل، او تلوم اهلك ان هم ما عندهمش واسطه. كلمه واسطه انا بقولها ليه كتير في الفيديو ده، لان هي الناس فاكراها واسطه اللي هو انا ضعيف وانت عشان انت تعرف فلان فانت احسن مني. لا خالص، ده ربنا جعلني انا سبب في رزق فلان، او جعلك سبب في رزق فلان. ميعادك هيجي، ولما يجي معاك امسك في الفرصه بايدك واسنانك وابدا دوس واشتغل. طب انا رحت مستشفى واثنين وثلاثه واترفضت، روح الرابعه، روح الخامسه، روح السته، روح تاني عليهم تاني، روح تالت. اسمع ان في مركز فلان مثلا، مش شرط تبدا تشتغل في اعلى مستشفى في بلدك، ابدا في عياده يا عم، ابدا في مركز، خدها ستيب باي ستيب، خدها خطوه. بلاش تبص لفوق مره واحده. لا، انت ما ينفعش تبقى انت لسه جديد او لسه طالب مثلا وتقول عايز اشتغل في المستشفى الفلانيه اللي شغال فيها واحد مثلا اصغر واحد فيها مثلا يعني اقدم منك ب5 6 سنين مثلا في نسبه للكليه او المعهد، ده اصغر واحد في المستشفى. خلاص، فانت ما تحطش الحته دي بند عندك، هي مش اساسي، هي مش قران. تمام، انت اسعى، يعني اعمل اللي عليك وربنا هيساعدك يا رب. اصحى الصبح، انا دلوقتي يعني نزلت واتدربت وصرفت فلوس، افطرت واتغديت واتعشيت وصرفت مواصلات واتعلمت واستحملت تعب والمعامله السيئه ممكن اقابلها في بعض الاماكن، ونفسي اشتغل عشان اساعد نفسي. قول لربنا كده، احكي كده وانت بتتكلم معاه، وابدا انزل. انا النهارده اعمل جدول كده، النهارده اروح المستشفى الفلانيه اسال فيها وهقدم واكتب ورقه وامشي هناك وانت جواك احساس ان هم هيرفضوك، بس انت واثق في ربنا ان هو هيرزقك. انت عارف ان هم هياخدوا CV مثلا هيرموه، والله الابلكيشن بتاعك اتاخد اترمى، خلاص ابدا اسعى. ممكن على فكره والله في عز الياس، والله في عز ياسك كده تبقى قاعد جنبك كده حد بيقول مثلا ده انا سامع المركز الفلاني لسه فاتح وعايز تمريض مثلا او عايز دكتور، تجري عليه هناك هوب هتلاقي يلا خش، السلام عليكم وعليكم السلام، انا جاي عايز اشتغل، تعالى، احنا مش لاقيين حد. ده هتحكم في سعر فلوسك، اتحكم يا عم، ما لسه ببدا. وخلي بالك، اول لما رجلك تمسك في مكان والله هتلاقي المكان التاني جه والتالت جه والرابع جه. الشغل بيجيب شغل والحركه بتجيب حركه، فانت ما تيأس. يعني ممكن تقعد شهر 2 3 بتدور على شغل، ما تقعد يا عم 3 شهور يا عم، اقعد 5 شهور، اقعد 6 شهور. انت ما تبص، ما توقفش عجله حياتك على ان المكان الفلاني رفضك اللي فيه واحد صاحبك شغال. صاحبك دوبتك مش احسن منك، انت ممكن تكون كفاءة عنه في الشغل واكتف عنه في الشغل وكله عارف كده، بس شوف هو جات له ازاي وانت جبتها ازاي. اظن كده دي ختمه، مفيش احسن من كده. فاعمل اللي عليك، صدقني ربنا هيكرمك لو انت عملت اللي عليك. فانت اسعى وقول يا رب، والرزق هيجي لك، وانزل واتعلم واستحمل اي معامله يا عم، استحمل اي حاجه. مش هتوصل الا بص لما تسعى على وشك. والله الكلمه دي فعلا هي بص، دي الحياه يا جدعان، دي الحياه. لو انت ما نزلتش بدري في الشغل وتداس على وشك في المعامله، والله ما هتعمل حاجه في حياتك، انسى خلاص. ممكن تلاقي مثلا بعض الاشخاص عندهم ناس في المجال سهلوا عليهم الدنيا، خلاص ده ربنا رزقه ان هو اتولد في الدنيا، لا خلوا ممرض. طب انت دلوقتي ليه لقيت ابوك راجل يا عم مثلا مدرس، هتعمل ايه؟ هتخبط في الدنيا ليه؟ هتخبط في القدر ليه؟ انزل يا عم واعمل اللي عليك واجتهد. انت راجل دلوقتي مثلا في الكليه او في معهد كل هدفك الدراسه، خلاص انسى الشغل، ورقه وقلم واقعد امسك ذاكر. مثلا بيقول لك ان انت شغل ودراسه انت ما بتحبهاش، مش بتأدي في الكتب كويس، بتأدي في الشغل افضل، انزل يا عم اشتغل، انزل دور على شغل. ويفضل تدور في المهنه بتاعتك بدري عشان تاخد كل الخبره، تبقى عندك كده خبره وتبقى انت صغير في السن بس انت معروف عنك راجل شغال، بتدوس، تشتغل اي حاجه، بتتعلم بسرعه، بتحترم اللي اقدم منك، اصول مهنه. انا حبيت بس الفيديو ده اقول لك حته الشغل والمحسوبيه دي ما تشغلش بالك بيها، انت اعمل عليك يا ابني والله ربنا يكرمك، ما تشغلش بالك خالص، انت اجتهد بس، اعمل اللي عليك. انت نزلت وتعلمت، افضل درب،
افضل اتعلم كل يوم، روح المستشفى وانت عارف ان انت بتعمل كل حاجه وكل الناس معتمده عليك. اتقل هيجيلك رزق، هيبص والله لا يخبط عليك، يقول لك تعالى ده 2 مكان الفلاني محتاجين ممرض يمسك المركز كله، تعالى امسك يا عم، اتعلم دوس وهتلاقي العجله، هتلاقي المركز ده فلان جه شافك هناك عجبك، يعني عجبه شغلك الممتاز، تعالى يا ابني عندي مركز تاني تعالى امسكه لي. والله هتوصل عليك ايام مش عارف توزع الايام على الشغل من كل الناس ما طلباك، باجتهادك وادبك واحترامك مش بسمعتك السيئه. انت اعمل اللي عليك وسيبها على الله، ربنا هيكرمك باذن الله. ده كان فيديو النهارده، حبيت بس كده اتكلم فيه معاك عشان كذا حد بعت لي في خصوص الشغل ومش عارف ايه والفرص ضيقه، وتعرف المكان الفلاني رفضني واللاني قال لي لا، انت اعمل اللي عليك وسيبها على الله. بس ده كان فيديو النهارده حبيت اوضح لك فيه تعمل ايه، او يعني اطمنك في حته الشغل انه كده هيجي لك لما تعمل اللي عليك ان شاء الله وتتعلم. نشوفك على خير باذن الله الفيديو الجاي. انا مصطفى جلاله وشرفت بيكم، سلام.